كل واحد هياخد حقه ويروح لحال سبيله. والعدالة والأمانة والصراحة في المهنة. ما هو الإنسان حاجة من الاتنين، يا يكون مطرقة ويضرب باستمرار، يا يكون سندان ويستحمل الضرب. حلو، قربنا نوصل. ما هو لو كنت اتحبست معايا كنا خرجنا احنا الاتنين بنقول لله يا سيادي. ما دام في حب تبقى الحياة دايما ممكن تبتدي من جديد. ومن شابه أباه فما ظلم. عسل، اهي دي أول خطوة. عزيز، عاوزين يقروا فتحتك يوم الجمعة، يبقى يقروها بقى. كلامك ده معناه ان في نية سيئة. شعر ولا داء الحمى. ما تعودتش استسلم للحرمان. جات القرف عنده شرف. يا حمامي يما، يا حمامي عينه لاحت. أنا كنت معذور، الشيطان غواني والبت قشطة. علاقة عادل أدهم بالسينما بدأت متأخرة نسبيا، علاقة بدأها وعمره 36 سنة، بعد أن حاول أكثر من مرة العمل في السينما فلم يتمكن، ورغم هذا فقد عمل في السينما ولمدة 32 سنة، أي أنه استنفذ من عمره 32 سنة في المدة من سنة 64 إلى سنة 96. وخلال هذه المدة قام ببطولة عدد كبير من الأفلام تجاوز عددها 80 فيلم، وحصل على عدد كبير منها على جوائز في مصر وفي خارج مصر. ده أعظم كلام.